الحلقات السابقة تحدثنا على 4 عروشة اللي كانوا أسسوا المكنين العربية الإسلامية. اليوم ننتقلوا للعرش الخامس، وهو عرش ولاد سيدي حميدة. سيدي حميدة هو ابن سيدي سالم الغلام دفين بن حسان، وهو سيدي سالم الغلام أصله من الشمال الشرقي السوداني. انتقل إلى المغرب الأقصى، إلى الصحراء الغربية، ثم هاجر إلى تونس واستقر بها، وهو دفين مدينة بن حسان، ومن أبناء سيدي حميدة الذي استقر بالمكنين وأنجب ذرية وهي موجودة إلى يوم الناس هذا. نذكر من بينهم عائلات بن حميدة وبن حميدة، عائلة المكني، عائلات شمام القنوني، سيك سالم بن سالم إلى غير ذلك. هذه من العائلات اللي معناها ينتسبوا للولي الصالح سيدي حميدة.